زراعة العنب في المنزل. زراعة العنب لو عايزين نزرعه في برميل فوق سطح البيت او في المنزل في برميل او في ارض ثابتة، تعالوا اقول لكم ايه الحاجات اللي هنحتاجها وازاي نزرعه. اول حاجة لو هنزرعه في برميل بنحتاج برميل 60 لتر عشان يكمل معانا ويعيش معانا، كمان الجذور تاخد راحتها، كمان يعني شوية حصى او زلط صغيرين عشان يتحطوا في قاع او اسفل البرميل تحت عشان يعمل تسريب للمية الزايدة. التربة بقى يعني مثلا تربة رملية، يعني مثلا لو عيار واحد مثلا، وبتموس وبرلايت. البتموس عيارين والبرلايت او تربة طينية عيارين وعيار رمل عشان التربة تبقى خفيفة. اول حاجة هنحط الحصى تحت في اسفل الجيركن، وبعد كده بنغطي الحصى بالتربة اللي احنا عملناها بعد ما بنخلطها مع بعض. طبعا في اصناف كتير من العنب، بنختار صنف مميز وعشان نزرعه في الجيركن بتاعنا او البرميل بتاعنا. بنحط الشتلة وبعد كده بنغطي التربة بتاعتنا. ده بعد طبعا ده بيكون في اخر تلت من البرميل، يعني على حسب الجذر بتاعها بحيث ان احنا نغطي الجذر كامل. العنب بيحب المية، يعني كده احنا زرعناه وخلصنا العنب. يعني مثلا في البداية لازم نروي كويس عشان المية توصل لكل التربة بتاعتنا. بعد كده الري بيكون كل 4 أيام، يعني في فصل الصيف، وفي فصل الشتاء بيبقى كل أسبوع، كل 10 أيام، على حسب المية نشفت ولا لأ. التسميد بقى يعني مثلا لو بنحتاج طبعا تسميد حسب لأننا لو زارعين في برميل غير إن احنا بنزرع في الأرض بيبقى بيتوفر فيها العناصر اللي بيحتاجها العنب أو أي شجرة عموما، لكن لو في برميل يبقى لازم نوفر كل العناصر للشجرة بتاعتنا. يعني مثلا ممكن نستخدم سلفات النشادر والسوبر فوسفات الكالسيوم، سلفات البوتاسيوم مهمة جدا. أنسب وقت لزراعة العنب ونعمل الموضوع ده هو في فصل الربيع. فصل الربيع مهم جدا، وطبعا لازم ومهم جدا نعمل لها تكعيبة او حاجة تطلع عليها عشان تنتج معانا، يعني زي ما انتم شايفين كده. وكمان في عملية التقليم، كل سنة لازم يتعمل لها عملية تقليم مهم جدا. التقليم بيكون في فصل في شهر فبراير من اول يناير لحد مارس، او قبل وقت تكون العصارة، حسب برضو نوع العنب اللي احنا زرعينها.